مدخل مسرح كرتاج حل بينه الجمهور ليلى شماميان سهرة عيد المرأة 13 أوت. في الكواليس تحكي إنه برشا شخصيات سياسية يمكن تكون موجودة في مهرجان كرتاج. رمزية السهرة خلت الاستعدادات تكون كبيرة. تسعة متاع الليل، الجمهور مليء وسط المدارج، جمهور أغلبه شباب، القافلة الفنانة السورية فنانة تقدم رؤية مغايرة للنمط التجاري السائد اللي بعض الشباب بدا يقلق منه. لينا فرحانين برشا اللي جاتنا في عيد المرأة سي لو 13 اوت دونك سي لوكازيون باش تغني لنا شوية هكا سور لامور هكا والسلام وفرحانين برشا شحال تعدى سهرة مزيانة. لينا شماميان en plus c'est une grande artiste donc le fait de l'avoir في تونس مش كل ديما et puis عندها 2 3 petits morceaux حلوين. On vient pour ça essentiellement. كل عام والمرأة التونسية بألف خير. الداخل في الكواليس الفنانة متاعنا تحضر في روحها باش تقابل التوانسة لأول مرة في مهرجان قرطاج. هي اللي مقتنعة إنه المهرجان تحدي كبير بالنسبة لها. كنت كتير مبسوطة وبيشرفني إني أكون عم بحكي معكم يوم المرأة التونسية. في شيء دائما مميز بتونس إنه تونس هي يمكن أكثر بلد عربي منفتح على الثقافات الثانية، فكتير مبسوطة أنه كمغنية سورية وامرأة ومن امرأة سورية أرمنية وعايشة بفرنسا وكتير عندي تداخلات بجنسيتي وبشخصيتي أني يتم استدعائي من قبل مهرجان قرطاج لأحكي معكم يوم المرأة التونسية. بروبة حمراء بمشموم على ودنها لينا شماميان تدخل المسرح تغني باللغة الأرمنية تهليلة قالت إنه أبوها كان يغنيها لها وقت اللي كانت صغيرة. أكثر لون بحبه بالحياة هو الأحمر وأكثر فاكهة بحبها هي الدلاع. كمان العلم التونسي أكيد يعني ولون المرأة بحسه هو اللون الأحمر. أنا بالنسبة لي اللون الأحمر بس ألبسه بيعطيني القوة بحد ذاته، فكنت مبسوطة أني أختار هذا اللون لليوم. يعني انحظيت وأني لقيت الفستان اللي بدي إياه. لينا شماميان جت القرطاج باش تنشر ثقافة موسيقية يمكن ماهيش قاعدة توصلنا مليح في تونس. بعد نجاح مميز في مهرجان الحمامات لينا شماميان يبدو أنها عارفة ايش تعمل. فرقة موسيقية معها أعضائها من جنسيات مختلفة، سوريا، تركيا، تونس. لينا شماميان غنت بلغات مختلفة. غنيت بالأرمني أول قطعة، بعدين غنيت بالعربي السوري اللي هي نحن عندنا تهليلة يلا تنام يلا تنام لذبح لك طير الحمام، فأنا غيرت كلماتها لتصير ما رح أذبح ورا طير حمام خليه يطير خليه يعلي. بعدين القسم الثالث كان من التراث الإيرلندي باللغة الإنجليزية ويل جو هوم اللي هي واحدة من أغاني الشتات اللي هي بحسها كسوريين صرنا كسورية وأرمنية بنفس الوقت يعني بنت شتاتين، فبحس بدي اياها ترجعني على البيت. الفنانة السورية والحاجة الباهية والمميزة إنها حافظت أغنيات تونسية، أغنيات قدمتها باحترام كبير على المسرح. اللي هي فعليا فيني اعتبرها الانطلاقه الحقيقيه او حفله قرطاج الحقيقيه، يعني انا كنت دائما بحلم انه حفلتي بقرطاج تكون مثل ما كانت اليوم اللي هي اكيد نقله، لانه هاي المهرجانات الكثير كبيره عاده بتسلط الضوء اكثر على حفلات البوب، فاليوم كثير كنت مبسوطه انه يكون رقم المبيعات هي تقريبا نفس الارقام مبيعات الحفلات البوب، بنفس الوقت تفاعل الجمهور اللي كان كثير كبير. يعني بالنسبه لي هي الحفله كانت مثل هيك تحدي كثير حلو. يا لله محلى كموني وريني الدار
قصص عشق ولما بدا وعلى موج البحر ورسائل وبالي معاك، أغاني تاخذ روح أخرى ورنة مختلفة بصوت وإحساس لينا شماميان. الأغاني اللي اخترتهم كانوا كتير دائما بيصبوا عند المرأة التونسية، سواء من ناحية عشق الرجال للمرأة التونسية أو من ناحية المرأة لما هي بتحكي عن حبها وعن عن 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 حالها، سواء بالأغاني اللي كانوا مؤلفات أو حتى بالأغاني اللي اخترتهم يكونوا تونسيات من التراث التونسي. فعلا لينا شماميان حافظة تغني من غير أوراق ومن غير ما تهجي ومن غير ما تستسلم لقوة صوت الجمهور اللي يغني معاها بتركيز كبير. لينا شماميان والأغنية التونسية يبدو أنها قصة عشق كبير. كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة لصدق ثريا تقدمت لهنا، وشفنا الطبلة والذكرى مع صوت الفنانة السورية في جيبولي خالي. يوم ما اخترت مثلا من الأغاني التونسية كان في أغنية تراث جيبولي خالي، نفس الوقت كان في من أغاني الخمسينات والستينات أغاني البوب للصادق ثريا اللي هي كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة. بتحس اللحن كان معمول بطريقة، بتحس كيف الرجل عم يحكي مع المرأة بطريقة اليوم مستحيل تلاقي حدا بأغنية عم يحكي مع امرأة إنه مهما رحتي وجيتي، مهما زعلتي ومهما ضايقتك الدنيا أنا رح كون قاعد وناطرك. هاي القيمة ما عادت موجودة. الاغاني التونسيه اللي هو وقع توزيعها باسكو فما اوركستر معاه، وقع توزيعها من عند سامي بن سعيد بطريقه ياسر ذكيه ونتصور اللي هي عطات حاجه باهيه ياسر ولو روندو اللي اكسيلون. أولاً في عندي حب للموسيقى التونسية، ثاني شيء بخصوص الأغاني اشتغلت فيها مع أشخاص توانسة، واللهجة واللغة كنت دائماً عم بشتغل عليها مع الأشخاص الموجودين حوالي من تونس رفقاتي. بعدين رجعت نقحتهم واشتغلت عليهم مع موسيقيين مشان تماماً يكون الكلمات جاية على الموسيقى. فأنا لما بتشوفوا الحفلة على المسرح هي بيكون في كتير شغل قبلها، يعني صار لي بحدود شهر ونص عم بشتغل بالحفلة تبع اليوم لحتى ما تاخذ وقت طويل بروفات ولحتى تطلع بهاي الصيغه. انا حسيتها تونسيه ملي بديت تغني، حسيتها تونسيه ديجا، معناها حفظتهم عارفه شنو قاعده تعمل. لا معناتها فريمون سيتي تري بيان. معناها سبيكتاكل ياسر مزيان، غنيت تونسي غنيت سوري، نوعت وعطيت وقت للميوزيسيان زاد باش ياخذوا حقهم، سوالي ياسر مزيان. حسيت لينا اليوم ابدعت بالحق، خاصة كي عملت مزيج بين التونسي وبين بعض الروماني وبين الغناء السوري. تقريبا 3 ساعات، رقم قياسي. لينا شماميان ما عرفتش ترتاح، سهرية فيها شيخة كبيرة، شحنة عاطفية مميزة بالبوس والورد. تودع الفنانة السورية الجمهور التونسي في سهرة أعطت فيها لينا درس في الفن والحب والإنسانية والجمال واحترام الجمهور.